بل بأخلاق ماجدة، بأخلاق ذكية، بعقول متفتحة، بنموذج. قدموا العالم نموذجا حضاريا يغري باتباعه. لقد طالما كررنا ورددنا أيها الإخوة أسطورة أن طارق بن زياد وموسى بن نصير فتحوا شبه الجزيرة، وإذا بها أسطورة. ومن حسن حظ التاريخ الإسلامي، ومن حسن حظ قيم القرآن أيها الإخوة، قيم الجهاد أيها الإخوة، قيم الجهاد الحقيقية والتسامح، أن تكون أسطورة. وإذا بالخبر اليقين، بالنبأ اليقين يأتينا من أهل الجزيرة التي كانت جزيرة في يوم، أنفسهم مؤرخون كبار إسبان أيها الإخوة معاصرون، يكتبون كتابات مئات الصفحات يؤكدون أن السيف الإسلامي ليس هو الذي فتح الجزيرة أو شبه الجزيرة الإيبيرية أبدا أبدا. ما الذي فتحها؟ أخلاق المسلمين وعظمتهم وعدلهم ونموذجهم الحضاري، هذا الذي فتح. ويؤكد هؤلاء المؤرخون الجدد الإسبان أيها الأخوة والأخوات أن أهل الجزيرة هم الذين أرسلوا إلى المسلمين وكانوا بمثابة أدلة لهم لكي يقطعوا الطريق البحري والبري من بعده. البحري ضيق جدا، المضيق الذي سمي باسم طارق بعد ذلك، مضيق جبل طارق. هم الذين كانوا أدلة، هم الذين كانوا خريتين، دلوهم وهدوهم أيها الإخوة، وكانوا عيونا وأسماعا وأيادي صدق لهم وعون. هكذا سمعة المسلمين، النموذج الذي قدموه هو الذي أغرى الآخرين بأن يفتحوا لهم قلوبهم وبلادهم أيها الإخوة. فماذا نستطيع أن نقدم اليوم؟ لا للآخرين، هذه عجرفة أن نقدم للآخرين، لا نستطيع. ما الذي نستطيع أن نقدمه لأنفسنا؟ أولا لإسلامنا الجريح، لعقولنا التي أكلتها الخرافة، لمناهجنا الرثة البالية أيها الإخوة التي صار عدونا الآن يراهن عليها ويتأكل بها، في هذه المناهج الرثة البالية. هذا هو السؤال، ما الذي نقدمه لأنفسنا وبأي خطاب وبأي منهج وبأي استنارة أيها الإخوة، وفق أي طريقة؟ هذا هو السؤال. إذن الدرس الأول أيها الإخوة الذي ينبغي